يا عمر حديثة نعمة، ما عاد عرفت ايش تقول. بنعلمك. انت زي ما قلت كنت والآن صرت، وانا اعترفت بماضيي بكل فخر اني ما كنت املك قيمته. صار اللي في يدي الآن اللي تشوفه قيمة موترك. You understand؟ ها؟ مفروض اني اللي انا صرت فيه اكون استاذة لك. على العموم هذا اللي خلاك تتابعني، اني ما كنت وصرت. الحمد لله الرازق الله سبحانه. ترى ما له دخل حديثة نعمة عشان شوية صدق ناس ما يعرفون ايش يقولون، الله يعينهم على نفسهم. المهم ايش رايكم بختم الألماس؟ ها ايش رايك عمار؟ ايش رايك؟ الحمد لله والشكر. اكثر الحمد لله اني ماني بحديثة نعمة، الحمد لله. كل ذا عشان موضوع اللغلوغ، ترى معلق علشان اللغلوغ تكلمت عنه. وش الناس دي المرضى؟ يمكن أنا أكثر وحدة ماني ألبس مع براندات، ماني ألبس أي شيء يعني. طيب أوكي دقيقة بس أنذنك عشان أصير صدق حديثة نعمة. الشنطة ذي 100,000 ريال، الشنطة هذه تخيل. لكن أنا قيمتي في نفسي وفي ذاتي، وليس بالقطع اللي أنا ألبسها. فهمتني؟ احنا طال عمرك بس ندلع انفسنا، يعني خير جانا وقاعدة أدلع نفسي وأعوض نفسي عن السنين اللي راحت وفلوسي في الالتزامات. جاء الوقت اللي أدلع نفسي فقط، لا أكثر ولا أقل. هذه طال عمرك من جوتشي 100,000 ريال، شايف؟ وما يجي منها إلا يمكن كذا قطعة فقط على حسب الطلب، ولونها جدا مميز، مواصفاتها جدا عالية. اوكي، ما أحب أنا كلمة حديث نعمة هذه، أكرهها. اوكي، ومرة أفتخر في ماضي جدا 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 لأني عانيت وصنعني اليوم. السلام عليكم، وصلت